السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات شيوه الزهراء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوه ديال دوازاتاي بالليمون وبالحامض. كتجي غزاله ورائعه كما كتشوفوا، المنظر كيجي جد رائع والمذاق اروع. كيف ما عودتكم في القناه بطريقه جد مبسطه وسهله. باش نتعرفوا على المقادير والطريقه تابعوا معايا الفيديو وفرجه ممتعه. اذا بالنسبه للمقادير غتلقاوها كلها في خانه الوصف مكتوبه بالغرامات. اذا بسم الله على بركه الله. اول شيء عندي 3 البيضات كنطربهم مزيان كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، وكنزيد عليهم كاس وربع ديال الزيت النباتيه بكاس العنبه. ديما القياسات انا كلها استعملت كاس العنبه. بالنسبه لهذه الوصفه ما غاديش ندير فيها الزبده، نكتفي فقط بالزيت. عندي كاس وربع كذلك من السكر حبيبات، ممكن تعملوا غير كاس ديال السكر، يعني نتوما على حسب الرغبه الرغوه. المهم كذلك عندنا قشره ديال الحامض، عندنا كذلك كيس ديال الفانيلا. كنحرك كل شيء مع بعضياته كما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالو. وكنزيد معاها معلقه صغيره ديال البيكين باودر او خميره الحلويات. كنحرك كل شيء الخليط مع بعضياته. ومن بعد كنبقى نزيد الدقيق شيئا فشيئا حتى كيتجمع ليا العجين. طبعا القوام ديال العجين ما تيكونش لا رخو ولا تيكون قاصح، تيكون يعني شاد راسو، ولكن في نفس الوقت ماشي قاصحه العجينه وماشي رخوه او كتلصق في الايادي. كما كتشوفوا انا سبقتكم ودرت بصله دخلتهم الفران. هذا هو القوام ديال العجينه. انا خديت لكم واحد القطعه باش نوريكم. هذا هو المرشم اللي غادي نستعملو في هذه الحلوه هذه. انا اختاريت هذا المرشم ديال الشمس، ممكن تعملوا اي مرشم بغيتو. عندي القليل من الدقيق المنخول اللي غادي يساعدني باش يخلي لي هذه العجينه هذه ما تلتصقليش في المرشم ديال الحلوه. الوغ كنهزوا واحد النسبه قليله من الحلوه من العجينه وكنكوروها بهذا الشكل هذا كما هو تلاحظوا في الفيديو، وكندوزها شويه في الدقيق باش نتفادى عمليه الالتصاق. بعد ذلك كنقبض داك المرشم وكنوضعها كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. طريقه جد سهله وبسيطه. كنحاول انني نحيدها من الجوانب بهذه الطريقه هذه، وكتعطيني واحد الشكل اللي هو رائع بهذا الشكل ديال السمش بهذه الشكيله هذه. كنستمر بنفس الطريقه. الفرن طبعا على حراره 180 درجه، وكنوضعهم طبعا في صفيحه الفرن اللي انا وضعها فيها ورق الزبده. نخليهم يدخلوا ياخذوا الراحه ديالهم في الطياب، ولكن ما يتحمروا لكمش مبيضين، يعني خصو يكونوا شويه مبيضين باش الزينه او الزواق اللي غادي نديروا لهم او طريقه التزيين تكون باينه فيهم. كما كتشوفوا انا وضعتهم في صفيحه الفرن. غادي ندخلهم دابا للفران وغادي نتلاقاو في الطريقه ديال التزيين. اذا كما كتشوفوا معايا من خرجت الحلوه ديالي، هذا هو الشكل ديالها. نتوما كتشوفوا شكلها مبيض. عندي هنايا الكونفيتور اللي زدت له نكهه البرتقال. من بعد ما ذوبت الكونفيتور بطبيعه الحال هو كذلك بنكهه البرتقال، وزدت له واحد شويه ديال نكهه البرتقال. وكما كتشوفوا قبضت معلقه صغيره وكنحاول نمشي على بخطوط على الجوانب باش نعطيها واحد الديكوراسيون زوين. وفي الوسط كنوضع القليل من الكونفيتور او المربى بهذا الشكل هذا. ممكن كذلك تزيدوا واحد الرشه خفيفه او بسيطه من جوز الهند، كتجي جد منعشه ورائعه جدا جدا في المذاق. يعني نتمنى انكم تجربوها، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل كل شيء اللي عندي. اذا احبتي وصلنا لنهايه الحلقه. كما كتشوفوا معايا الحلوه ديالنا جد رائعه في المنظر واكيد كذلك في المذاق. المذاق ديالها غيجي رائع جدا لان فيه واحد الانسجام رائع ما بين الحامض وما بين كذلك البرتقال. المنظر ديالها كيشهي. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش الى عجبتكم الحلقه ديروا جيم واشتركوا في القناه، ودائما بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. وكذلك الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش لايك، ودائما تعليقاتكم اللي كتهمني بزاف. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.